حضرتك ذكرت برضو ان بطالة الرجال البطالة خاصة الرجال تكاد تكون احد الاسباب. طبعا شوف، هو في أزمة في الأسرة المصرية، وأنا ما أقدرش أفصل مشكلات الأسرة عن مشكلات التنظيمات الأخرى. يعني هناك علاقة بين التنظيم الاقتصادي والتنظيم الأسري والتنظيم الثقافي والإعلامي، كله مرتبط ببعض. فاللي حاصل إن في بطالة، ففي أعمال معينة كانت بيفرزها النظام الاقتصادي، خاصة العمارة، البنى، التشييد. لا، احنا كان عندنا فورة في الحاجات دي، وكان يعني العمالة متوفرة من شباب كبيرة. مش بس كده، الحكومة تدي وظائف. انت عندك دلوقتي النظام الاقتصادي لا يفرز عملا بقى له فترة، مش من النهارده. قامت الحكومة قالت انا ما بعينش. البنى هبط خالص. الراجل مش لاقي شغلانة. في شغلانات تانية الستات لاقياها بقى، زي ايه؟ الستات اللي بتشتغل في البيوت. في كتير من الاسر هي مش عايزه الراجل يساعدها في البيت، هي عايزه ست هي اللي تساعدها، لان الست هي اللي بيساعدها، فمش عايزه راجل يبقى في البيت. فانا بقول كده ليه؟ يعني مش ذنب، ما هوش ذنب الراجل. يعني الراجل مش بلطجي، مش عايزه الصوره تبقى، لان في ناس كتير يقول لك ايه، ما هو قاعد في البيت وهي بتنزل الصبح تروح الشغل، وهو قاعد كده زي اللي ما عندوش شغل. هو مش لاقي شغل، اديله شغل عشان يشتغل، لكن ما تلوموش يعني. مغصوب على امره. نعم، هو مغصوب على امره. مغصوب على الامر. وهنا بقى انت الثقافه بتاعتك تحت المجتمع بتقول له ده انت العاقل، وهو مش قادر يبقى عاقل. فانت حاطه في ازمه شديده واحباط شديد. هو مش قادر يصور على النظام الاقتصادي، لانه برضه الراجل البسيط اللي كان بيشتغل فاعل، هل هو هيتصور المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ ان هو مش قال، هو الراجل المقاول بتاعه قال له خلاص انا ايه، بطلنا بن ما تجيش. فالعنف اللي فيه، الاحباط اللي فيه بيطلع بعنف، هيطلع على مين؟ على العيال، لانهم ضعف. يطلع على الست، فهي تروح تشتغل الصبح وياخد فلوسها ويضربها. طب لو حضرتك عاوزة توصلي رسالة للأسرة المصرية تقولي الاسره لهم ايه؟ المصريه، اه، تقولي لهم ايه؟ انا بقول للراجل والست ان مهما كان الامور تتحل اول ما تطلع مشكله. في مكاتب استشارات اسريه، احنا برضه مجتمع مقصر في حق الاسره. يعني انا اشتغلت في بلاد تانية كتير، في حاجه اسمها مش تبع وزاره العدل قبل ما توصل للست، لانها ما هي هنا عندنا بتوصل لمكتب استشارات لما تكون عايز تطلق، خلاص قرفت وعايز تطلق، فتروح وزاره العدل لمكتب استشارات. هناك في بلاد تانية لا، هي لسه حصل مشاكل ايه؟ انهم بيختلفوا على حاجه بسيطه، فتقدر تروح NGO، بتروح مشكله الاخصائي الاجتماعي بيقعد مع الاثنين، مشكله طريقه وديه، زي زمان ما كانت العيله بتقعد مع مع الزوج والزوجه الزوج. والحب. يوم انا ما اوصلش للحظه اللي يبقى فيها الازمه ما عادتش لا تتحل. فاذا انا اقل هنا في مصر اراعي الاطفال، اراعي كمان ان انا اجيب عدد الاطفال اللي اقدر اربيه، والامكانيات امكانيتي وامكانيات الراجل نقدر نصرف عليهم. ما يبقاش المفهوم القديم ان انا شنكله ب5 عيال، مش هنشكل، بالعكس هيطفش. ففي مفاهيم عايزين نغير. انا اجيب عيل، اجيب عيلين، اجيب 3، اجيب 4، بس انا لو اقدر اربيهم كويس واديهم مدرسه مش هبقاش. هنا كمان انا عايزه اقول المجتمع مقصر في حاجه، انه بيسمح بعمليه الشغلانه اللي بياخدها طفل ده، انا ما اديهاش لطفل، انا اديها لشاب. والشاب لازم يقبل حتى لو بأجر بسيط، لكن مرحليا لازم يقبل. الطفل ده لازم يكون في المدرسه، لان انا الطفل اللي انا بوديه له ورشه انا بقضي عليه طول حياته ان هو مش هيطلع من دائرتي فقط. ما يقدرش يطلع السلم الاجتماعي وهو ما عندوش شهاده. فاللي انا عايزه اقول في النهايه ردا على السؤال ان مشكله الاسره
الأسرة مشكلة أسرة، نظام اقتصادي، نظام تعليمي، نظام سياسي. لازم رجال الأعمال لازم ما يستثمروش بره، مش فلوس تطلع بره، يستثمر هنا في البلد، وما يبقاش احنا معتمدين على السياحة وعلى الاستيراد والتصدير. اعتمد على الزراعة، اعتمد على الصناعة، شركة أيدي عاملة، بحيث كل شخص قادر على العمل، ست أو راجل، يشتغل، كل طفل يخش مدرسة. بس شكرا.